السلام عليكم. معكم كريمة أم رحاب. الوصفة ديال هاد النهار هي الرز بالجنيوحات أو الفخيدات ديال الدجاج اللي كتجي لذيذة، والأهم أنها سهلة. أول حاجة غادي نشرمل الدجاج. غادي ناخد الإناء نوضع فيه الملح، قزبر يابس، عندي شوية د البزار، تحميرة فومي، ممكن ديروا التحميرة العادية، وعندي الأعشاب المنسمة. هاد القرعة انايا فيها الزعتر والزعترة وازير. عندي معلقة ديال القزبر ومعدنوس، عصير نص حامضة تقريبا، وعندي الثوم. غادي نخلط هاد المكونات مزيان وغادي نشرمل بهم الدجاج. جهد ما خليت هاد الدجاج في هاد الشرموله غادي يجي فتي ولذيذ. تقريبا هنا خليته واحد ساعه ديال المكانه. ممكن الدجاج تشرملوه ليله قبل وتخليوه في الثلاجه حتى لغد ليه. بالنسبه للرز غادي ناخذ مقيله غنشحر فيها واحد البصله مشلضه، واحد الفلفله حبه ديال الفلفله مقطعه مربعات صغيره، شويه د الملح وشويه د الزيت، ونخليهم على نار مهيله. من بعد ما كيتشحروا ليا على نار مهيله غادي نضيف لهم الرز اللي غسلت مزيان. الرز كيبقى على حسب افراد الاسره. غادي نضيف بودره ديال الثوم، وعندي بودره ديال الكروفيت اللي كتبقى اختياريه، ممكن ديروا الضويمه ديال الحوت. هنا غادي نضيف العطريه ديال البايله اللي كتجي لذيذه بها. غادي نحرك المكونات وغادي نضيف لهم المرق، يعني الكميه ديال الرز مضوبله على جوج. مثلا غناخد 2 كيسان ديال الرز، غادي ندير 4 د الكيسان ديال الماء. هنايا زدت شويه ديال التحميره فيمي. غادي نضيف الماء الكافي اللي غادي يطيب لي فيه هذا الرز، وغادي نوضع القطع ديال الدجاج فوق المرق. غادي نغطي عليها ونخليها على نار مهيله باش يطيب ليا على خاطره. من بعد ما كيطيب كنزول هذاك الدجاج من الفوق، وكنخلي الرز كيكمل الطياب ديالو الا كان مازال ما طابش. هنا تقريبا الدجاج طاب ليا نص طياب. هنا غادي ندهنو بشويه ديال الزبده والتحميره، او ممكن الزبده والهريسه على حسب الذوق، وغادي ندخلو الفران يتحمر. غادي نغطي على الرز وغادي نخليه يكمل الطياب ديالو على نار مهيله. من بعد ما كيطيب كيكون على هذا الشكل. شوفوا الحبه ديال الرز من بعد ما كيطيب على نار مهيله كيجي رائع جدا. كيجي الرز مفرك، يعني الحبه مفروزه على اختها. هنايا بالنسبه للدجاج تحمر ليا في الفران، وهذا هو الطبق النهائي. كنتمنى تجربوه، ساهل، كيجي لذيذ وصحي وبصحه والراحه. كنتمنى تجربوه، وكالعاده اللي جربت الوصفات ديالي ترسلها لي على الانستغرام شيوات ام رحاب. شكرا لكم على الوفاء ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله.